طبعا هو المعالجه ضعيفه شويه، لكن خد بالك خد بالك بس. يا خبر ابيض، معالجه إيه اللي ضعيفه؟ انا حاولت ان انا الحق واعمل لك الفيديو ده قبل اي حد، واحاول انزل لك مراجعه سريعه عادله عادله. مش فيش دعم من اوبو، بقولها صراحه اهو الفيديو، مفيش دعم من اوبو. محدش باعت لي الجهاز عشان خاطر اعمل عليه ريفيو. فانا هقول لك رايي في الجهاز اللي كلنا او اغلب الناس فينا هتروح تجري عشان تجيبه، الاوبو رينو 14 الاف ال 5 جي. دي السيريس الاكتر اللي لفتت انتباهي، واللي اكتر حاجه بتعمل مبيعات في كل سيريس الاوبو اللي بتنزل. فعشان كده قلت اجيبها من اولها وهي طازه كده. اول ما الجهاز ده، والجهاز لسه عامه رسميا، ان شاء الله نلحق نقفل الجهاز ونقفل بقى الفيديوهات اللي بره والمونتاج، ونلحق نعمل كل ده قبل اللانش، عشان قبل ما تشتريه، قبل ما ينزل السوق، تكون انت معاك الشرح ومعاك الزتونه. النهارده بقى الريفيو هيكون انبوكسنج كمان، مش بس ريفيو. اول حاجه محتويات العلبه. طبعا خد بالك الشكل ده هو ده اللي موجود على ظهر الموبايل. خليها كده ظاهره، ماشي باين كمان، ماشي اهو جنب اصحابي. تعال انت اقف هنا، اقف كده اهو، اقف كده. اول ما بتفتح الكتالوج، اللي طبعا مش تحتاجه في حاجه لان اخوك هيقول لك كل حاجه. طبعا ده مش بس الكتالوج، ده كمان الجراب الشفاف والضمان يا سيدي. بس جراب شفاف مخدوم، يعني بص جراب شفاف بروتكتيف، ده الضمان مالكش دعوه بيه. بص جراب شفاف مخدوم مخدوم، ماشي. جميل جمال ملوش مثال. عايزك تطول بالك معايا في الفيديو ده عشان هشرح كل حاجه بالتفصيل، مش هسيب لك حاجه. كابل الشحن محترمين والله محترمين، وبيجي معاها البلج الجميل ال 45 واط، ودبوس تحت في اخر العلبه كده عشان خاطر تفتح بيه الموبايل. شاكرين مهللين ايها الساده الافاضل، ايها الساده الابويه، شاكرين مهللين. طيب اقعدوا انتوا بقى كده، كفايه كده لعب، اقعدوا عشان نكمل شغل. وطبعا شكل الموبايل الجميل اللي بيجي كله من البلاستيك، الظهر والفريمات كل حاجه من البلاستيك، والباغه او مش تيجي من الازاز طبعا دي بلاستيك برضو. الكاميرات، لكن حجم الجهاز بالنسبه لي 183 جرام و7 علامه 8 السكنس بتاعه او السمك بتاعه. فالجهاز لطيف صغنن، بص في الايد، احب انا ماسكه التليفون في الايد كده قوي، بص ادمان ادمان. بيجي بشاشه اموليد 6.57 فول اتش دي بلس 120 هرتز يا سيدي، وفعلا الكلام ده جامد وحقيقي وواقعي. طبعا انا هقول لك المزايا الخفيه والعيوب الخفيه اللي ظهرت، بس ده الكلام ده في اخر الفيديو. نكمل بقيه المواصفات. الشرعي اللي بيقولوا عليها بيجي 1400 نتس، مش عارف ليه جايبينه 1400 نتس مع ان في اجهزه 5000 نتس، مش فاهم ليه الغلطه دي. في وضوح الوان في الشمس مش هيكون كويس يا جماعه ب 1400 نتس، مش هيكون كويس، هضطر اقعد اعمل كده. 1400 نتس ده سيء جدا. دي الساعه الهواوي 2000 نتس، الساعه الفور 2000 نتس. فيعني لا، الموبايلات بتنزل 4 و5 5000 نتس، الاونر بتنزل 4 و5 نتس، مفيش مشكله خالص. طبعا في حاجه شقيه جدا ان هو بيدعم اللمس، وايدك مبلوله او لابس جلافز او لابس جوانتي بتقدر تستخدم السكرين بتاعتك زي ما انت شايف كده. فدي لمحه شريره وقويه، لان دي كانت من الحاجات اللي بتعفرتني. يقول لك ضد الميه، اي جهاز ضد الميه، الساعه او الموبايل، تيجي تجرب تحت الميه تلاقي الموبايل عمال يلعب. طب ما انا هستنى انشفه، طب ايه اللي ضد في ميه في كده؟ ان هو يتحمل الميه بس؟ لا، يتحمل الميه ويعمل حركه صايعه زي دي، ان هو يخليني اقدر اتحكم في التليفون وانا ايدي كمان مبلوله. بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 6 بين 1 4 نانومتر. اداء العاب، اخيرا اتعلموا من غلطتهم في الرينو 13، وان كان اداء الالعاب فيه فريمات بتقطع. اقدر اقول لك بكل حياديه مفيش فريمات بتقطع، في سخونيه بسيطه كده بتظهر معايا، لكن مفيش فريمات بتقطع. مع بطاريه 6000 ملي امبير هتلعب لحد ما بص تزهق من نفسك وتزهق من التليفون. لكن طبعا ممكن يكون الجهاز سخن مني، لان اليومين اللي احنا بنصور فيهم دول في مصر، عشان الفيديو لو هيتشاف في اي وقت تاني 27/7/2025. الجو حر جدا، احنا في عز الصيف، انا قاعد مش طايق الهدوم دي بس عشان مش هينفع اطلع بصور كده يعني. فالجو حر، فالجهاز كان بيسخن معايا شويه، سخونيه بسيطه مقبوله، مش السخونيه اللي هي الاوفر اللي هو مثلا الجو حر زائد ان الجهاز بيسخن. لا، سناب دراجون محترم 4 نانومتر، بيديك اداء العاب، فريمات ثابته، حاجه لوز العنب. طبعا بيجي برام 8، بيبدا من اول رام 8 و512 يو اف اس 3.1، فبيديك ذاكره مستقره. عجبني بقى ايه في تكات عندهم كده، الحركه اللي هي تفتح الموبايل وتروح دايس على بثلاث صوابع كده، يروح واخد لك زي سكرين شوت كده اهو،
يقول لك بقى عندك ايه، عندك ميك اب لو عايز تلون زي النوت كده، لو تفتكر النوت الاس 22 ومن اول 21 بالقلم، يفضل بقى يقول لك تقدر تعلم وتعمل خطوط وتعمل هنا ايه مارك كده وبتاع. ممكن البيكسلز لو انت عايز تاخد سكرين شوت وتلغي باسورد او تلغي نيم، كل الكلام ده يا جماعه صايع، الكلام ده كان بتاع نوت. بعد كده ترانسليت، الترانسليت برضو زي النوت، تقدر تحط ايدك على الجمله اللي انت عايز ترجمها زي كده ويترجمها لك باللغه اللي انت عايزها. والكروب والاديت، وبص شويه حاجات كده عجباني. اللمحه الخفيه دي خد بالك، مش هتلاقي حد يقول لك التفاصيل الخفيه الجميله دي غير عموره. خش على الكاميرات، الكاميرات الخلفيه بتيجي 3 كاميرات 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، والاثنين اللي فوق اللي هو ال 50 وال8 بيجوا اوتو فوكس. بيصور 4K مع مثبت بصري 30 فريم في الثانيه، بيديك كاميرا رايقه بالنهار. بالليل ما تصورش بيه ما تصورش بيه بالليل، لكن هو بالنهار لحد دلوقتي هو معايا كويس جدا. بيدعم السلو موشن، وطبعا الجزء الجميل بقى بتاع المالتي فيديو ده روقان. تعمل بقى مالتي فيديو، تعملها دايره، تعملها مربع، تحركها فوق، تحركها تحت، كل الحاجات دي بالنسبه لي لطيفه جدا. وفي طبعا الاندر ووتر، مجرد ما بتشغل الاندر ووتر وتحط الموبايل في الميه زي كل سيريس الاوبو الاخيره، تقدر ان انت تصور تحت الميه صوره او فيديو والموبايل تطلعه، تدوس عليه لمده 3 ثواني يخرج الميه منه وتكمل بيه شغل عادي جدا. وبيجي كاميرا اماميه بتصور الفيديو 1080، دي سيئه جدا بقى، وده العيب بقى اللي فيه، ان الكاميرا الاماميه بتاعته الفيديو بتاعها بيصور 1080، لا يدعم ال 4K زي الخلفيه، الخلفيه بتصور 4K، ده 1080 وما بيدعمش ال 4K في الكاميرا الاماميه. فالكاميرا الاماميه بالنسبه لك في الفيديو بلح، لو انت بتصور فيديو بكاميرا اماميه بلاش. في بطاريه 6000 ملي امبير، والشاحن ال 45 واط السوبر فوك بيديك بطاريه، اداء بطاريه ثابت، اداء بطاريه لطيف. البطاريه مشحونه معايا من اول اليوم، انا بجرب في الموبايل وبطلع الحبشتكنات فيه، ما احتاجتش ان انا اشحنه. انا بستخدمه من الصبح، دلوقتي هو 37، وكنت قاعد بلعب عليه شويه بابجي، كنت بصور الشوت بتاع بابجي، اندمجت قعدت العب شويه، فلا البطاريه بتقدم معايا وثابته معايا جدا. وطبعا مش محتاج اقول لك ان هو مكتوب على العلبه ان هو 5G، فهو بيدعم ال 5G والان اف سي بالدفع خلال الان اف سي. يجي باندرويد 15 او كلر اي او اس 15، فده الفيرجن الجديد اللاست ابديت من الاندرويد الخاص باوبو. وبيديك اداء صوت كده، سماعات ستيريو لطيفه قويه. طيب انا كده ده شرح سريع ليه، شرح سريع، بس انا اقول لك التكات بقى اللي ما حدش هيقول لك عليها ان شاء الله، يعني انا واثق ان ما حدش هيقول لك عليها. عندك مثلا الاي اي، هو بيدعم الاي اي بطريقه قويه جدا. يعني مثلا جيميناي، تعديل الصور، اقدر اشيل حد من الصوره، كل التعديلات. بص الاي اي طبعا مدعوم، عندك جيميناي تقدر تديله اوامر مباشره، تقول له افتح ابس معينه، كل ده دايركت كانك بتكلم سيري او جوجل اسيست. تقدر تعدل في الصور دايركت من خلال الاي اي زي السيريس اللي قبل كده 13، تشيل اي حاجه ريموفر لاي حد معاك في الصوره، وفعلا فعلا كانت قويه. يعني مثلا الصوره دي كده مع صديقي، تمام، انا دلوقتي بالاي اي هدخل على المسح بالاي اي، اجري مثلا، هنقول ان انا اروح انا مثلا عامل ايه، انا عشان راجل طيب مش همسح صاحبي، فانا همسح انا نفسي مثلا من الصوره، واقول له اهو الشخص ده كده اهو 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 عايز امسحه، تمام. فهو بيعالج الصوره، بص هو شالني خالص وخلى سيد صاحبي، عشان أنا راجل محترم ما بشيلش اصحابي، انا شلت نفسي اهو. طبعا هو المعالجه ضعيفه شويه، لكن خد بالك خد بالك بس. يا خبر ابيض، معالجه ايه اللي ضعيفه؟ معالجه ايه اللي ضعيفه؟ ده بص الجمدان، بص شال البتاع، انا كنت لسه هصدم اقول المعالجه ضعيفه، ده عالج الصوره، شالني واخترع او تخيل باك جراوند وحط الصوره فيها، واختار له حاجه. على فكره هو اللي ورانا ما كانش طريق، هو اللي ورانا شارع، شارع ومباني، بصوا عملوا طريق. يا جدعان مش كده بقى، يا جماعه يا جماعه مش كده بقى، مش كده، ده اصل الصوره، تمام، ده اصل الصوره. طيب لو خلينا بقى ان هو انا اللي اشيل صاحبي، انا اللي اشيل الراجل الطيب ده اهو، اخترت ان انا اشيل سيد، شوف بقى يعمل ايه في الخلفيه. بص المعالجه من اهو، شاله خالص وحط مكانه زرع، الله يرحمك يا سيد ويبقاش مش الطوب ولا تحت راسك، وحط مكانه زرع، لسه ده لسه بيعالج، ده عمل رصيف وطريق. يا جماعه لا 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 لا, لا. ده احنا الاي اي ودينا في حته تانية خالص. غير لون دراعي، بص يعني انا خلى لون دراعي بني شوكولاته، ماشي. العيوب بقى اللي انا شايفها فيه، هو في سماعات ستيريو تحت بس ما فيهوش وصله 3.5، ده عيب، ادي كده اول عيب. تاني عيب ان هو الكاميرا الاماميه بتاعته 1080 في الفيديو، ما فيهاش 4K، رغم ان هي 32 ميجا بكسل بس 1080 الايزو بتاعها، فتحه العدسه بتاعتها ما بتلمش اضاءه، فهي 1080 ما بتديش اصلا اعلى من ال 1080 وما بتصورش 4K.
في بقى حاجه جامده جدا اللي هي الكول سمري. انت ممكن تعمل مكالمه مع حد في اجتماع او مكالمه عاديه وياخد لك سمري للمكالمه ويظبط لك ميتنج جيميناي ويحدد لك كل الكلام ده، كل ده من خلال التليفون. يعمل لك سمري مكتوب لكل اللي حصل او الميتنج بوينتس مثلا اللي حصلت معاك في الاجتماع ده ويسجلها لك كلها. خلاص كده معاك تليفون ب 400,000 جنيه. دي حاجه جديده خد بالك. الكول سمري دي موجوده كمان، انا شفتها في الصين في سماعات نازله TWS، انت بتسمع وبتترجم لك وبتاخد لك سمري. فده حاجه بقت يعني مش حاجه مختلفه، لا ده انت هتلاقي كل الموبايلات الفتره الجايه بتنزلها فلاج شيب بقى، لا في حاجات ميد رينج حاجات لو رينج، هتلاقي كله بيستخدم AI. وهتلاقي موضوع الكول سمري ده جامد جدا. في حاجه بقى صايعه مش هتلاقي حد يقول لك برده غير العبد لله، وهي الاو تي كونكت. هو عامل نفسه ايفون. احنا في الفيديو ده بنحاول ان انا انقل الصور صورت بيه وعايز انقل على الموبايل الثاني، اول ما عملت كونكت راح قال لي لا نزل الاو بلس كونكت وهيشتغل معاك كانه ايفون. هو عامل نفسه ايفون. هو حتى بيقول لك ان انت تشير عادي بلوتوث وكده، بيديك كذا اختيار تحت. بعد كده بيقول لك تشير لابل او ماك صباح الايفون ميني ايفون صغير فرد على ايفون الغلبان او الكلام ده. المره دي لا هو ايفون العشرينات، فاهم؟ اللي هو ب 20,000 او اقل او اعلى. في حاجه بقى اخيره صايعه جدا، صايعه جدا بقى في البطاريه. AI البطاريه بتتراك استخداماتك اليوميه ويشوف الانشطه اللي انت بتعملها ويعمل باور سيفنج، بيقفل بقى الحاجات التانيه. هو عارف ان عمرو كل يوم بيفتح الانستجرام من الساعه كذا للساعه كذا، بيلعب كذا قبل ما ينام، هو خلاص بيحفظ الانشطه بتاعتك والبطاريه بتبدا تقلل استخداماتك او بتقلل الحاجات تشتغل في الباك جراوند عشان تديك بطاريه افضل. يا جماعه احنا في عصر غريب، والله في عصر مريب، شويه تكنولوجي كده رهيبه. ماشي، ده كده باختصار رايي في اول انطباع. ممكن الانطباع يتغير مع الوقت مع الاستخدام، ممكن بعد اسبوع اجي اعيد الفيديو تاني واقول لك انا بقول لك رايي في اول انطباع. انا مستخدمه النهارده اول يوم استلمت الجهاز عملت لك عليه ريفيو، فانا بقول لك ده انطباع ورايي عن التليفون بدون تضليل بدون اي مقابل من شركه. فما فيش حد بيضغط عليا في الراي اللي انا بقوله، بقول الراي اللي انا عايزه باريحيه. دي المزايا اللي ظهرت معايا ودي العيوب الصغيره اللي هي زي مثلا الكاميرا ما بتصورش غير 1080، الحاجات دي كلها دي العيوب اللي ظهرت معايا برضو. بس السعر بقى، بص يا معلم، السعر مش معروف، بس انا مش هقول لك اصل الشركه لم تسمح ان هي تتحدث عن السعر. انا ما حدش يعني احنا عادي، انا اقول اللي انا عايزه. انا متوقع هينزل بكام؟ هينزل مثلا 17، والله اعلم يعني، عشان ما تقولش عمرو قلب فين ابو 17 ده، عشان الناس دخلت لي في الكومنتات هو فين ابو 17 اللي انت بتقول عليه ده. لا انا بتوقع ان هو لو نزل ب 17 الجهاز ده لحد تحت ال 20,000 جنيه 18 الجهاز ده هياكل السوق، هياكله. فما اعرفش هم هيسعروه بكام. ده الاف. في طبعا سيريس ثانيه العاديه وفي البرو، في كذا سيريس، هم 3 سيريس نازلين. انا بحب السيريس الاقل في سيريس دي، تمام. فما بالك بقى البرو هتبقى عامله ازاي او هيكون فيها ايه؟ ممكن نراجعها برضو يعني. لو لقيت الفيديو ده فيه انجيجمنت، الفيديو اتشاف، الناس متفاعله معايا، ممكن انزل لكم شرح للبرو خلال يومين. وجاي طبعا الموديل الجديد الاي 50 بتاع اوبو برضو، ده فئه برضو صغيره تحت مش هتلاقي حد بيتكلم عنها، بس اخوك العبد لله تلاقيه ان شاء الله بيتكلم عنها برضو خلال ايام. بس كده ده رأيي في الموبايل باختصار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان انا جايب لك حاجات تانية ناوي ابهرك الفترة الجاية. باي باي.